السلام عليكم. زي ما انتوا عارفين كنت زارع طماطم، فللأسف صحيت في يوم كده لقيت المنظر ده. فتقريبا كده القطط وطبعا حبة فراخ كده سارحة في المنطقة دي، بوظت الدنيا كلها وخربت الدنيا. زي ما انتوا شايفين كل نباتات الطماطم وقعوا تقريبا خلاص يعني. بس ايه لازم نلحقها فطبعا جبت حبة خشب، وهنشوف بقى هنعملهم ازاي، بقى هنثبتهم ازاي. الخشب ده عشان تثبيت بس السيقان. بس عايزكم كده في التعليقات تكتبوا لي تقولوا لي ازاي نحمي النباتات دي من الفراخ ومن القطط، لان بصراحة يعني المنظر بقى وحش جدا، وصعبان عليا جدا ان انا اسيبهم كده. يعني ممكن ايه اثبت الاستقرار وبعد كده الاقي الدنيا رجعت تاني زي ما هي. المهم دلوقتي هنفتح فتحات بالمكوى ومكوة اللحام، ونفتح فتحات كده هو ونشوف هنثبتها ازاي. يا رب تثبت يعني زي ما انا كده يعني مفكرت، يعني ان شاء الله تثبت. والمرة قلت عشان نعمل حماية من المن ومن أي حشرات. فاكرين انتوا لما عملنا الصابون مع نقطة زيت ومية؟ هي نقطة صابون مع نقطة زيت على لتر مية، وهنرش من تحت الورق. أهم حاجة من تحت الورق عشان أكتر الحشرات بتبات تحت الورق، بتمتص أي عصارة، وطبعا خلاص بقى بتنهي الورق. فأنا قلت حماية علشان الموضوع يبقى كويس وماشي كويس. ورشيت كل النباتات اللي عندي بحيث ان هي يعني تعمل حماية وتمنع اي حشرات، من اي حاجة. وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا وثبتنا النباتات وربطناها في الخشب، بحيث ان هي ما تقعش تاني، على الاقل يعني نحافظ عليها شوية يعني. وزي ما انتم شايفين الطماطم ظهرت الحمد لله. وبتحتاج في الوقت ده، وقت ما بتظهر يعني، شوية بون ده بيثبت الزهرات عشان ما تقعش بسرعة. لو في مثلا حاجة بتاع فبتعمل تثبيت الزهور اللي بتطلع في نبتة الطماطم. فبتعمل ايه؟ فبتاخد لتر مية على يعني 1 جرام من البون، ما تزودش عن كده، لان كتر البون بيعمل تسمم للنبات وبيأثر على النبات بعد كده. في مرحلة التزهير نباتات الطماطم كمان بتحتاج لكالسيوم وبوتاسيوم عشان يحافظ على حجم وشكل الطماطم اللي احنا بنشوفه، يديك حجم كويس وشكل كويس. فممكن تستخدم حاجات طبيعية زي قشر البيض، أو منقوع قشر الموز، أو ممكن تستخدم NPK عالي البوتاسيوم مع قشر البيض فيعمل شغل كويس. وفي النهاية بشكركم جدا على دعمكم، ويا ريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا جدا، مع السلامة.